السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى أخواتي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة جايبة لكم فيديو هيعجبكم. يعني كل اللي ما يهمه أمر العتبة، يعني كل الناس اللي هممها أمر العتبة عايزة تكسي عيالها ومش عارفة تروح فين، وعمالين يقولوا العتبة ولعت، العتبة اتكسرت، العتبة ضربوا البياعين ومشوها من مكانها، وقفوا أكل عيش الناس، والكلام اللي احنا عمالين نسمعه. ومن يوم ما حصل الفحت والردم اللي انتوا شايفينه ده وعمالين نسمع حوارات، والعتبة ولعت، العتبة اتباعت. فيلا بينا كده نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف ايه بالظبط. تمام، نسمي بسم الله ونصلي على سيدنا النبي، ونحط كومنت ولايك جميل منكم. ولو مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. يلا نسمي بسم الله مع بعض ونبدأ الفيديو. كلام كتير عمالين نسمعه من يجي كده شهر، انه يقول لك العتبة ولعت، لا ده العتبة عمالين يكسروا مشوا البياعين، لا ده العتبة اتباعت. العتبة شغالة زي الفل، زي ما انتم شايفين كده، شايفين العتبة والموسك الاتنين قصاد بعض، سبحان الله. وضرب البرابرة وكل الحتت اللي انتوا عارفينها الحلوة دي اللي موجودة هناك شغالة. يعني سمعنا ان في عمارة ولعت، لا ده في شقة ولعت، ولعت بقية الشارع كله، لا ده كسروا الدنيا والحكومة هتاخد العتبة خلاص، وهم اللي هيبيعوا وهيشتروا، هيعملوها مولات كبيرة عشان الزحمة. بصوا سمعنا حوارات كتير زي ما انتم شايفين كده، ادي العتبة بالموسكي كمان، مش العتبة بس. واحسن وقت تروحوا وتشتروا منه الحاجة في الاوقات اللي احنا فيها دي، واحنا دخل علينا العيد، من بعد العصر. هتقولي ساعة فطار يا قمر، هقول لك اه روحي في ساعة الفطار علشان تسلكي بعيالك. لو واخدة عيال معاكي ما تخافيش عليهم لا يتوهوا في الزحمة، ما فيش زحمة، لأن الوقت ده الناس بتفطر في بيوتها طبعا، وإيه الأماكن رايقة، تعرفي تتفاهمي مع البياعين، تشتري حاجات كويسة وأسعار زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. إيه، هتاخدي عيالك في روقان في الزق، ما فيش اللي انت عارفاه بقى عن العتبة. كله ده من الساعة 4 لحد المغرب، لحد الساعة 7 يا ست الدنيا زي الفل. تمام، تعالوا بقى نسمي بسم الله تاني ونشوف الفيديو بقى ايه التكسيرات. هنا الشارع ده انا مصوره لكم من وش الجراج لحد وانت ماشيه كده، الشارع اللي في وش الجراج لحد ما تاخدي اللفه دي وتطلعي في وش الكباري وتعدي الجزء التاني تروحي فين؟ على المسكي. هو ده المتكسر، والبياعين فرشه، شايفين البياعين فرشه، والدنيا شغاله وزي الفل، والمحلات فاتحه برضه. يعني في أجزاء متكسرة زي ما انتم شايفين، ولكن الناس ماشية عادي في الشارع، اللي خوفوا الناس وعملوا لهم حالة رعب. يعني لأ، زي الفل اهو الدنيا، محلات شغالة، وهو شارع واحد زي ما قلت لكم، الشارع ده كله من عند المكان اللي وريته لكم، الجراج ده اللي في وش الجراج، لحد اهو الكباري دي اللي احنا بنعدي من تحتها، وبعد كده ندخل بقى على شارع جامع البنات وندخل على المسك والحتت دي كلها. ادي الجزء المتكسر، وادي المحلات فاتحة وشغالة، والاسعار قدامكم برضو. تمام، عشان محدش يقول لكم لا ده اتكسرت، لا احنا مش هنعرف نكسي عيالنا من العتبة، لان ناس كتير، احنا مش هنقول ناس قليلة، لا ده احنا ما بنعرفش نمشي اصلا هنا المكان ده، المربع ده احنا ما بنعرفش نعدي منه، من البياعين ومن الناس اللي بتبقى موجودة فيه. تمام، ليه؟ لان ده احسن مكان احنا بنجيب منه لبس. هتقولوا لا ده العتبة مثلا حاجة شعبي ويعني حاجات واقعة، لا والله ده حاجات جميلة جدا، واللي احنا مش بنلاقيه بره اخرنا بنيجي هنا في العتبة وبنلاقيه. واسعارهم بصوا والله العظيم بسم الله ما شاء الله يعني كويسة. وزي ما انتم شايفين كده كله موجود، كل حاجة موجودة، كل الاماكن شغالة. اللي كان بيقولك ان هي خلاص اتقفلت واحنا مش هنعرف ننزل العتبة تاني ولا نكسي عيالنا، لا يا جماعة، هو شارع واحد بس اللي فيه التكسير. ما يقال ان هم بيقولوا ان كان في حريقة جامدة في عمارة هناك وحرقت كذا ورشة، يعني كان فيها دمار هايل زي ما بيقولوا، والله اعلم. ولكن الدنيا زي الفل اهو، بقيت الاماكن وشغالة ولا في اي حاجة، الناس كلها شغالة، واسعارها برضو كويسة، وفي اسعار يعني اللي انت عاوزاه هتلاقيه. يعني هو يعني حاجات جميلة، كل اللي يعجبني انا بقف اصورها. بيقول لي انت بتصوري شباشب ليه؟ بقول ب35 جنيه، احنا عندنا شبشب ب120 جنيه، شباشب بيتي يعني، والكلام ده كله. كل المفارش، كل بصوا الحاجات اللي يحبها قلبكم بقى موجودة، واسعارها جميلة. انا هنا ما وقفتش اسأل على اسعار، ولكن انا بصور وانا ماشية علشان اوريكم جو العتبة والمكان عامل ازاي. انا كنت هنا من امتى؟ انا كنت من الساعة اللهم صل على سيدنا النبي 4 4:30 في الوقت ده.
كنت جاية طبعًا أنا قاعدة في حلوان، ركبت مترو حلوان وغيّرت في الشهداء ونزلت العتبة وأهو، وفي ثانية كنت في العتبة يعني. وأنشرت إن أنا كنت جاية من دار السلام عندنا، إن أنا كنت نازلة أجيب لبس لولادي من دار السلام، ما عجبتنيش أي حاجة، طبعًا لسه تصفية الشتا موجودة، فمش لاقية حاجة كويسة وأسعار مولعة نار، فقُلت بقى يالّا بالمرّة ننزل نشوف العتبة بقى فيها حاجة عجبتنا هنجيبها. بس وما شاء الله برضه الحمد لله برضه جِبنا والحمد لله والدنيا زي الفل، والوقت كان رايق إن هو قبل الفطار وفطرنا في محطة المترو. يعني أنتم ضحّوا باليوم ده، والله العظيم هتعيشوا كده يعني أجواء حلوة، أجواء رمضانية والجمال وأنتم عارفين بقى. كل سنة وأنتم طيبين، يا رب الفيديو يكون أفادكم، وأقول لكم السلام